السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض طريقة جميلة جدا للحمة بتاعتنا. معانا لحمة خرفان زي ما احنا شايفين مجمدة. هنعملها بطريقة بسيطة جدا واطعم والذ ريحة يعني ما شاء الله جميلة جدا. الطريقة ديت يعني تقريبا خلطة اللي هي عمود الفليتو وكده، بس احنا النهاردة هنعملها مع لحمة الخرفان. فهنا انا جبت حوالي 5 طماطميات تقريبا او 5 ونص، ده اللي انا خدته، و4 بصلات حلوين، ونص راس توم، وضربتهم في الخلاط مع 3 ليمونات عصر، وحطيت زي ما احنا شايفين شوية خل حلوين. وطبعا التوابل بتاعتنا ملح وفلفل اسود وكمون والسبع بهارات وكزبرة. وده كله انا ضربته في الخلاط كويس قوي عشان الخلطة بتاعتنا. كده خلاص احنا ضربنا الخلطة بتاعتنا. هنا بقى انا جبت نص راس التوم التانية قطعتها حتت زي ما احنا شايفين. احنا بنبقى نحط مع عمود الفليتو حتت برضو توم كده، حتت جزر، شوية فلفل اسود حب اللي هو اللي على بعضه وبس. انا هنا عملت نص راس التوم التانية وخلاص، وما كانش عندي جزر ولا عملته. هنا بقى هنعمل احلى شوية رز بشعرية، طعم ولا اروع. هنجيب حوالي ده نص كيس كده من اللي هو الاكياس الصغيره. حطيت عليه شويه سمنه ومعلقه معلقه سمنه بلدي وشويه زيت، وسبتهم لحد ما اتحمروا حمار كويس. انا بحبه يبقى الى حد ما محمر شويه. ممكن وهو فاتح عن كده تقوموا ضايفين الرز وكده. خلاص انا خلصت هنا. بجيب الرز بتاعي واقلبه تقليبتين مع بعض الاول قبل ما احط الميه. تمام. الرز طبعا بكون غسلاه ومصفياه كويس وكده، وبكون مجهزه ميه بتغلي زي ما احنا شايفين. الميه دي انا بحط العقد بتاعها بالنظر، يعني كل مره بالنظر. ما شاء الله بيطلع مفلفل وجميل جدا. وبزود ملح وكمون بس عليه، واحلى طعم والريحه اللهم بارك بتقلب الدنيا بجد. وخلاص، وبتستني لحد اما الرز كده الميه تنشف من عليه، وتقومي مهديه النار خالص عشان يتردد. وزي ما احنا شايفين الجمال ده كله. تقدري تعملي مع الاكله ديت ممكن رز بشعريه زي ما احنا عاملين، ممكن رز معمر، ممكن رز ابيض عادي، ممكن تاكلوها بعيش حسب ما انتوا حابين. هنا اللحمه بتاعتي انا كنت حطاها في حله الضغط زي ما احنا شايفين، وعليها الخلطه اللي انا ضربتها في الخلاط اللي هو المقادير بتاعتي، وما زودتش عليها اي ميه اطلاقا. وبعدين طبعا انا سبت الاول في النار في الاول بس عاليه لحد ما سمعت الصوت بتاع الهواء بتاع حله الضغط، وبعدين هديت النار خالص وسبتها فتره كويسه قوي لحد هتشوفوا دلوقتي اللحمه معايا دايبه، العظم نفسه كان دايب. الريحه يا جماعه اللهم بارك. انا عايزاكم تجربوا الطريقه ديت واكتبوا لي في التعليقات رايكم فيها، وقولوا لي لو عندكم تركات تانية او طرق تانية عرفونا، وان شاء الله بامر الله هنجرب كل حاجه. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.